بسم الله الرحمن الرحيم، وبرحب مع حضراتكم النهارده في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أبطال مصر المشاهير في الكاراتيه. وحلقة النهارده بخصصها عن بطل من أبطال مصر في الكوميتيه، واللي ما نالش حظه من الشهرة في الوقت الحالي، وبعض الناس نسيت الإنجاز العظيم اللي هو عمله في سنة 2012. وأنا قلت طبعا إن أنا بسلط الضوء على جميع أبطال مصر في خلال العشر سنوات السابقة اللي حققوا لمصر إنجازات طيبة في مراكز الأولى بالميداليات الذهبية أو الفضية أو البرونزية. وبطل النهاردة بطل عظيم جدا، هو يعني يعتبر أول لاعب يحقق لمصر ميدالية ذهبية في الميزان الخاص به في بطولة العالم في سنة 2012. وبطلنا النهارده الكابتن مجدي ممدوح حنفي. الكابتن مجدي من اللاعبين الموهوبين واللي حقق انجاز عظيم وحقق لمصر الميداليه الذهبيه، وكانت دي البدايه في تحقيق المراكز الجميله والمتقدمه ابتداء من العهد ده. وكانت بطوله 2012 بتعتبر بطوله العالم سنه 2012 تعتبر من البطولات القويه جدا، واللي تم فيها تحقيق انجازات طيبه لمنتخب مصر والانطلاق للعالميه وتحقيق مراكز كبيره. فكان الميداليه الذهبيه اللي حققها النهارده بطلنا كابتن مجدي كانت بطوله عظيمه جدا، وميداليه ليها قيمه عاليه جدا لمنتخب مصر والاتحاد المصري للكاراتيه. والنهارده بنسلط عليه الضوء من خلال لقطات جميله ليه من البطولات او من البطوله اللي حقق فيها الميداليه الذهبيه مع بطلنا النهارده كابتن مجدي حنفي من خلال الفيديو ده. مجدي حنفي واللاعب الايراني في وزن اقل من 67 كيلوغرام احمد إكرياني يا كابتن. هذا هو النهائي المتوقع المصري الايراني. ايران كانت فازت بميداليه ذهبيه في وزن 60 كيلوغرام امام البرازيل. نتمنى الفوز معناتها جدد كذلك على مستوى المشاركات في بطوله العالم. اللاعب المصري هذه كانت اخر مشاركه ليه في بطوله افريقيا. الايراني، وبالتالي افتكاك النتيجه وافتكاك الميداليه الذهبيه. اول الغيث قاطره، المنتخب العربي المصري يتحصل على ميداليه ذهبيه. مبروك لمصر، مبروك للعرب، مبروك لمجدي حنفي، ومبروك للمدرب اكثر كابتن. المدرب هو نفسه بطل. المدرب شوف لما انه المنتخبات تعمل على ابنائها ولما يكونوا ابطال هم اللي يدربوا المنتخبات الوطنيه تجي النتائج. المنتخب المصري اول ما انتهى المشوار الرياضي كلاعب بالنسبه لمحمد ابراهيم عينه ادمج محمد ابراهيم في الاطار الفني للمنتخبات الوطنيه، وكان معناتها حاضر تقريبا في المباريات الدوليه باستمرار. نشوفوا لما يكون في عمل معناتها يعني حركه بالساق اروع ما يكون. هذه هي التي سجل من خلالها 3 نقاط وعاد في النتيجه من بعيد. والحمد لله مجدي حنفي يتوج باول ميداليه ذهبيه عربيه. يعني يا ليت الكاراتيه كان في الاولمبيك يا كابتن، او فمش مصطلح اخر يا كابتن عاوني. مجدي حنفي يعني بصراحه مجدي حنفي الذي سيعزف السلام الوطني المصري حاليا. هذه الصوره للاعب المصري الذي امامنا، الذي شرف كل مصر وكل العرب هذا اليوم بحصوله على بطوله العالم لوزن 67 كيلوغرام، تحت 67 كيلوغرام، لبطوله العالم للكاراتيه 4-3. ثم الخطأ الفني الفادح كابتن الذي قام به اللاعب الإيراني، وعندما سدد بقبضة يده على الوجه. والعقوبة الرابعة يكون محمد أمين في دور النهائي هو اللاعب المصري ان شاء الله. تو نرجع لمحمد أمين وبثينة وكوثر وسارة وولاد الحسناوي الكل. هذا امامنا الفرنسي ويليام رول بالميدالية البرونزية على اليمين الاول، وبجانبه الامريكي بريان رامروب. اذا الامريكي اولا بالميدالية البرونزية.
هذا هو اللاعب بريان الامريكي، والى جانبه الى يساره ويليام الفرنسي، هذا هو بالميداليه البرونزيه. كان محمد علي المصري تحصل على ميداليه برونزيه في وزن 60 كيلوغرام، وحاليا الحمد لله انه مجدي حنفي سيتوج بالميداليه الذهبيه. الايراني كابتن يتوج بالميداليه الفضيه. ما توج الذهبيه ازاي؟ هذه الفضيه يعني خليها الذهبيه الى مصر. مجدي حنفي المصري العربي الذي استأسد اليوم وفاز بالميداليه الذهبيه، والحمد لله ذهبيه عربيه في اولى الايام النهائيات لرياضه الكاراتيه. والسلام الوطني العربي. كل العرب شرفنا اللاعب المصري مجدي حنفي بالتواجد في القمة، في قمة التتويج بالميدالية الذهبية. والله صدقني يعني بصراحة يعني يقشعر البدن وقت يسمع النشيد السلام الوطني المصري أو السلام، أيوة سلام وطني عربي، يعني في محافل دولية هكا الواحد